السلام عليكم. معلش بس بعتذر لل 138 مشترك اللي عندي، بقالي 3 4 ايام ما نزلتش فيديوهات، فانا عارف ان انتم مفتقديني يعني. بس بمناسبه ال 138 مشترك اللي عندي، في فيديو نزلته عن الزمالك، جالي عليه رسائل، جالي عليه تعليقات. في تعليق منهم واحد بيقول لي سيب الزمالك في حاله. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ انت فاهم غلط يا معلم، انا زملكاوي اكتر منك. بس هل انت مقتنع ان انا مثلا اللي بضر الزمالك؟ طب هل انت مقتنع مثلا بتفكيرك كده وبخيالك ان انا حد اصلا يعرفني فيه؟ يعني حد في الزمالك يعرفني؟ هل انا صوتي مسموع للدرجه دي خالص يا معلم؟ طب بمناسبه برضو ال 138 مشترك، لقيت برضو تعليق تاني بيقول لي بيقول ده واحد من اللجان اللي عايزين يدمروا الزمالك. مش هينفع يا ابني. لجان مين يا حبيبي؟ لجان مين يا حبيبي؟ هم 138 مشترك، لا راحوا ولا جم. وعلى فكره اغلبهم زمايلي، يعني اغلبهم زمايلي بقى، مراتي ابويا امي اهلي. يا معلم انا منزل فيديو بيجيب مثلا 150 مشاهده، 100 مشاهده. انت فاهم غلط. انا بمسك تليفونات زمايلي، اشغل الفيديو من عادي واسيبه لحد الاخر لحد ما يخلص واعمل لايك لنفسي. ف 138 مشاهده، 138 مشترك، إيه يا معلم اللي لجنه؟ يا عم لجنه ازاي؟ يا عم ماشي، اعتبرني لجنه. بس انا مش داخله دماغي ان انا 138 مشترك دي ولجنه. ما هم مش 138 مليون مشترك ولا 138 الف، ده 138 وكانوا 137 لحد امبارح وزادوا واحد النهارده قبل ما صور الفيديو. استهدى بالله كده يا صاحبي، بلا لجنه بلا مش لجنه. لجنه مين يا عم؟ واسيب الزمالك في حاله ايه يا عم؟ يا عم سيبني انت في حالي اقول اللي انا عايز اقوله يا عم. مش هتحبطوني لا، مش هتحبطوني لا، وهفضل اكمل برضه. مش هتحبطوني لا، اللي انا عايز اقوله واللي انا شايفه صح هقوله، واللي انا مش شايفه صح مش هقوله. يعني لو شايف ان في حاجه غلط في الزمالك او في الاهلي او في اي مكان هطلع اقولها، لان انا عايز فريق يبقى احسن فريق في الدنيا. ولو شايف ان في حاجه صح في الزمالك ده انا هطلع اهلل وابقى مبسوط واطلع ارقص هنا على الفيديو. انا حر يا صاحبي، سيبني في حالي، مالكش دعوه. تعال بقى نخش في موضوع الفيديو. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو، لو ما عملتش اشتراك في القناه عشان نكمل ال 140، اعمل اشتراك في القناه واعمل لايك للفيديو اول ما تشوفه. صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي بدات تهل بقى، بدات تهل بقى، والدنيا هتبقى وردي. ده احنا بصوا مش هنحل حد، اللي هيجي لنا مش هنحله. اول حاجه الزمالك جاب مدرب، مدير فني، مدير فني بلجيكي كويس، سنه صغير بالنسبه للمدربين، سنه صغير. السيره الذاتيه بتاعته مش قد كده، بس مش مشكله. احنا عندنا جوميز المدرب اللي قبله، ما كانش حد يعرفه ولا الناس كلها كانت بتعترض عليه، وكان مدرب مساعد وكان جاي لنا من فاركو عادي جدا ونجح، وكل جماهير الزمالك دلوقتي عايزاه يرجع. كل جماهير الزمالك بتحبه. فبص يا صاحبي، ما تبصش للاحصائيات قوي، لان انت مثلا هقول لك على حاجه. لو جيت جيب بيب جوارديولا نفسه، لو جبت هانزي فليك يمسك مثلا فريق الداخليه، مش هيعمل بيه احصائيات خالص، هينافس على الهبوط. فانت جوده الفريق، جوده اللعيبه اللي عندك، مع جوده الاداره اللي عندك، مع جوده الجماهير، مع جوده ارضيه الملاعب، مع كل حاجه بتتهيأ ليك تعرف تنجح. بتبين ساعتها المدرب الناجح من المدرب الفاشل، بتبين اللعيب الناجح من اللعيب الفاشل. فما تحكمش على الصفقه. الزمالك جاب يانيك فيريرا، وقبل ما تتكلم وتقول نص كلمه انا ماليش دعوه، هو اسمه كده، هو اسمه يانيك فيريرا. الغي يا معلم الاسم الاولاني، قول فيريرا بس، ما عادش يقول لك لا. المهم، المدرب ده درب في بلجيكا ودرب في اسيا، ودي اول تجربه ليه في افريقيا. احنا حقل التجارب بقى، تعالى لي. بس ان شاء الله انا متفائل خير انه هينجح. اصل انت هتروح فين يعني؟ هتعمل ايه اكتر من اللي عندنا؟ فاكيد ان شاء الله هتنجح، ان شاء الله هتنجح. فان شاء الله نتفائل خير، يعني ما دام في حركه، ما دام في تقدم نقول عليه ونتفائل خير. مش لجنه اهو، بقول الحلو اهو، خلي بالك انت اللي كاتب لي في الكومنتات لجنه، بقول لك الحلو اهو يا معلم. صفقات الزمالك بقى. الزمالك اول صفقه عملها في الميركاتو هي احمد شريف، لاعب نادي فاركو، مهاجم عنده 23 سنه. بالنسبه لمصر فهو كده مهاجم ناشئ وواعد، فدي حاجه حلوه. بس في مشكله صغيره قوي عند احمد شريف. طبعا مش هنتكلم على السنه اللي هو قعدها بسبب الحادثه وان هو على العطله اللي حصل له، هو لاعب كويس. بس احمد شريف ما بيلعبش في فاركو مهاجم. يعني احمد شريف بيلعب في فاركو تحت المهاجم، بيلعب لاعب حر تحت المهاجم، بيجي من ورا لقدام دايما ياخد الكره الثانيه، او دايما بيلعب في الاطراف في الوينجين، لان هو عنده دريبل بتاعه كويس. بس هو كمهاجم لو لعب حتى كمهاجم عندنا في الزمالك او لعب تحت المهاجم، هو اكيد احسن من سيف الجزيري، اكيد احسن من حسام اشرف، اكيد احسن من الرابش اللي عندنا ده كله. فدي صفقه كويسه. يعني احمد شريف ارقامه مش قد كده، سواريز صغير. وزي ما قلت لك ما تحكمش بالارقام، لان مش كل الجوده تدي ارقام. يعني وسام ابو علي قبل ما يجي الاهلي ما كانش عنده ارقام وما كانش عنده احصائيات. دلوقتي الاهلي بيقول لك لا 12 13 مليون دولار مش هبيعه. يخرب بيت ابوكم يا عم، ده انا عايز اطلع سيف الجزيري ب 2 دولار ومحدش عايز يشتريه.
المهم، فدايما ما تتكلمش على الاحصائيات قوي، ما تبقاش دايما عندك فكره لا ده احصائياته قليله هنجيبه مش هينجح. يا معلم ملهاش علاقه. في صفقه بتيجي تعمل بوم، في صفقه بتيجي. انت بص، انت لما جبت حميد احداد كان احسن مهاجم صاعد في افريقيا، كان واخد هداف دوري ابطال افريقيا بسبع اهداف في البطوله دي، لحد ما طلعوا من الدور تقريبا قبل النهائي او دور الثمانيه. حميد احداد جه عندك عمل ايه؟ مش اي حاجه خالص. فشل فشل ذريع. انت لما جبت اوناجم وجبت بن شرقي في نفس الفتره، كان اوناجم جايب مليون دولار وبن شرقي جايب ب 400 الف دولار. كان اوناجم هو النجم ساعتها على فكره، بن شرقي انت كنت جايبه دكه. طب ماشي، مين بقى اللي عمل البوم عندك ومين اللي فرقع ومين اللي عمل الصيت ومين اللي عمل الارقام؟ بن شرقي مش اوناجم. ما تبصش على الارقام وتبص على الاحصائيات. الارقام والاحصائيات مطلوبه ومهمه، بس مش في كل حاجه، يعني مش في كل مكان. ما ينفعش تجيب حارس مرمى كل فريقه بيلعب دفاع وكل دايما هو اللي بيستقبل الهجمات وتحاسبه على الاجوان اللي بتخش فيه، وتحاسبه على اصل والله مش طالع بكلين شيت. مش ما هو يا معلم ما عندوش خط دفاع كويس، ما عندوش خطه بتساعده انه ما يجيش عليه كور كتير، ما عندوش خطه بتساعده انه ما يجيش اصلا فيه جوان. دي صفقه احمد شريف، ان شاء الله متفائل بيه خير. وبرده محتاجين مهاجم اجنبي سوبر يشيل بقى مع ناصر منسي ويشيل مع احمد شريف. اصل انت مش هتنفع مع بالاثنين دول لوحدهم، هناك في عتاوله في جبابره. احنا عايزين حد مهاجم اجنبي سوبر، والزمالك بيفاوض مهاجم اجنبي، وان شاء الله هنقوله في اخر الفيديو. الصفقه الثانيه اللي الزمالك بقى ايه بيخلص فيها او بيفاوضها اقول لكم عليها. هو كليمنت مزيزي. ده لاعب عنده 21 سنه، بيلعب في انج افريكان تنزانيا. كويس. وبعد على فكره افريقيا مليانه مواهب اللي يدور. عنده 21 سنه، السنه اللي فاتت تاني هداف الدوري التنزاني، وجاب في بطوله افريقيا 4 اهداف. كويس، حصيله كويسه لمهاجم 21 سنه. 21 سنه يا صاحبي، انت بتتكلم في واحد لسه ناشئ حرفيا. يعني انت عندك هنا في مصر ده لسه ناشئ حرفيا، فده كويس. بس الزمالك حاطط كليمونت مزيزي هو صفقه تانية المهاجم اللي هقول لكم عليه دلوقتي. طب هل المهاجم اللي هقول لكم عليه دلوقتي ده هو مهاجم يصلح لنادي الزمالك؟ لا. يعني انا شايف ان كليمونت مزيزي ده احسن منه. المهاجم ده هو فيلو تراوري او فيلي تراوري. فيلي تراوري ده كان لاعب، كان بيلعب في بيلعب فين؟ دي هنقصها الحته دي، خليكي فاكر، من الدقيقه 47. كان بيلعب في مازيمبي، الكونغولي. عنده 23 24 سنه. طب هل انت ما لفتش نظرك ان مازيمبي الكونغولي ده من كبار القاره؟ طب هل انت ما لفتش نظرك ان مازيمبي الكونغولي ده رئيس النادي بتاعه ملياردير؟ فمعنى ان هو يسيب لاعب بسهوله، مع ان هم ما بيسيبوش لعيبه بسهوله، انه يسيب لاعب بسهوله انه مش قد كده يا صاحبي، صح؟ طب اللاعب ده بيلعب فين دلوقتي؟ في السواحل الليبي. يا معلم محمود كهربا لما طلع من الاهلي كانت ركبه مش شايلاه، راح ليبيا بقى النجم، بقى بينده باسمه في كل استاد، بقى بيجروا وراه عشان يشوف بس محمود كهربا في المدرجات يتفرجوا عليه وعلى السحر اللي بينصره في ليبيا. لا بالله عليك، بالله عليك، احنا ما عايزين نبقى عندنا كل مركز فيه تجارب بس. احنا عايزين نادي الزمالك يكون جايب صفقه سوبر في كل مركز، وصفقات يا معلم. بص اقول لك على حاجه، عارف الديبس سكواد اللي عندك يكون ماشي وسط مش مشكله، بس يبقى عندك هو الصفقه السوبر في المركز هي اللي تشيلك. والله حبيت بقى في الكاس اريحه، حبيت في بطوله الرابطه دي اريحه، في الكونفدراليه في الادوار الاقصائيه الاولانيه دي اريحه، يديني معايا في الدوري بقى وفي الادوار المتقدمه في الكونفدراليه في الادوار المقدمه في الكاس زي الفل. انت محتاج يا معلم مدافع سوبر، انت مشيت حمزه المسلوسي. محتاج لاعب نص ملعب 6 سوبر بدل الهاكس اللي بيقدمه دونجا. محتاج لاعب نص ملعب رقم 10 او 8 سوبر بدل عبد الله السعيد، لان عبد الله السعيد خلاص يا معلم انت 40 سنه وبتقول لي 40 مليون جنيه، انت مجنون يا عم. احنا ليه ناكل وتوكل على الله يا عم، شفت رايح فين. على فكره قبل ما حد يتكلم، عبد الله السعيد بالنسبه لي من احسن لعيبه مصر في الوقت الحالي، بس ما ادكش 40 مليون جنيه في 40 سنه. ما انت هتديني ايه؟ هتديني 6 شهور تاني، سنه تاني. انا عايز ابني جيل، عايز ابني فريق ياكل معايا سنين قدام. عايز يا جدعان ابني جيل يحتل القاره، ولو مش هيحتل القاره يبقى منافس قوي في كل البطولات اللي اخشها. عبد الله سعيد شكرا بقى، كتر الف خيرك، مع السلامه. روح بقى انت يا سيراميكا كليوباترا مقدمه لك عرض، روح يا معلم، روح يا معلم، مقضي السنه ولا اتنين اللي فاضل لك من عمرك في الملاعب هناك. ما تاكلش دماغنا، احنا مش ناقصينك، الله يسترك. احنا ماشيين بالعلاج يا عم الحاج، توكل على الله. ده احنا عندنا رئيس النادي بتاعنا بيشرب سجاير ب 40 جنيه، بيشرب 40 جنيه فعلا، ده بيشرب طيب.
هيديك انت 40 مليون جنيه؟ انت مجنون. ومحتاج يا معلم وينجين، ناس تقيله برضه يكونوا سوبر واجانب، ومحتاج مهاجم اجنبي حلو. انت عندك كده كده حمزه المسلوسي مشي، ما عندكش حد في المدافعين، خلي بنتايج. ولو مش هتجيب مدافع سوبر اجنبي عشان توفر مكانه لنص الملعب والهافين والمهاجم، يبقى زي الفل. بس هات لي لعيبه تشيل الفريق، هات لي لعيبه تسند معايا قدام، ما بقاش انا اللي بصرف عليهم على الفاضي. ما بقاش يا اما لاعب يقضي لي حياته كلها في المستشفى، يا اما واحد زي سيف الجزيري لو رايح انفراد يفكر ازاي يرجع نص الملعب تاني عشان يواصل الكوره، يا اما يخش لحد منطقه الجزاء ويغطس ويقع. اخر حاجه هنتكلم عليها في الفيديو، كابتن حازم امام وكابتن احمد حسام ميدو اعلنوا انتهاء فتره خدمتهم في نادي الزمالك. على راسي والله، والله كل الشكر ليهم. كابتن حازم امام ده واحد من الناس اللي حببتنا في الكوره، واحد من الناس اللي خلتنا نحب نتفرج على الكوره والمتعه ما بين رجليها. كابتن حازم امام لما تشوف يعني كابتن حازم امام ده يعني رقم 14، رقم 14 يجي في دماغ اي زملكاوي يعني كابتن حازم امام يعني ايمن حفني. بس طبعا كابتن حازم امام قبل اي حد. كابتن احمد حسام ميدو، انا بحب احمد حسام ميدو على فكره قوي والله، اونطاجي حلو. كابتن احمد حسام ميدو من احسن المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر، ومن احسن المحترفين اللي جم في تاريخ مصر، على قد مسيرته الاحترافيه القليله. يعني احمد حسام ميدو ده اعتزل وعنده 20 سنه او 30 سنه، يعني في البيك بتاعه. بس احمد حسام ميدو اونطاجي، يعني بياكل بعقلنا دايما حلاوه، واحنا جمهور بيحب يتاكل بعقله حلاوه. خلاص بقى يا كابتن احمد شكرا، يعني خلاص بقى خليك في الاعلام وزي الفل. انت لما تبقى معانا في الزمالك يا معلم بتقول لنا كلام زي الفل، بتطلع في الاعلام تقول والله الزمالك لما مش عارف ايه، والزمالك زيه زي الاهلي بيتجامل، وتروح وادي دجله تقول اصل الزمالك اتجامل من الحكام وجالنا ضربه جزاء ولو احنا لابسين ابيض شكرا يا كابتن احمد حسام. خدتوا الزمالك انت وكابتن احمد وانت وكابتن حازم امام في فتره صعبه، عديتوا بيه بر الامان، سلمتوه لجون ادوارد. كتر الف خيركم، مع الف سلامه، كتر الف خيركم. عايزين بقى نشتغل باحترافيه، مش عايزين نشتغل بقى باولاد النادي والهوبا والله، لا لا، عايزين نشتغل باحترافيه. عايزين مدير فني يكون محترف، عايزين مدير رياضي اللي عندنا يكون محترف بعقليه احترافيه، عايزين اللعيبه اللي عندنا تكون محترفه، عايزين الجمهور يكون محترف قبل كل الناس دي. اللي يأثر اديله فوق دماغه. باشا انت بتلعب عشان خاطري انا، انت اللعبه دي ترفيهيه دخلت في صناعه، انت بتاخد فلوس عشان خاطر انت بتلعب في نادي الزمالك عشان جمهوره. لازم جمهور الزمالك يكون عنده وعي كافي بانه اللاعب اللي يأثر ياخد فوق دماغه. اللاعب يا باشا اللي يديني في الملعب ارفعه السما. انا كده خلصت الفيديو وقلت اللي انا عايز اقوله، وعايز اقول لكم ان انا مش لجنه والله العظيم. انا عندي 138 مشترك، يا ريت كل اللي شاف الفيديو يعمل اشتراك في القناه ويعمل لايك في الفيديو، لايك للفيديو عشان نكمل 140 مشترك. سلام.